لما بيكون في حد عايز يخس بس مش عارف يخس، دايما السبب اللي الناس بتشوفه ان الشخص ده عديم الاراده وان الشخص ده بيحب الاكل اكتر من اي حاجه. التفسير ده بالظبط عامل زي الجبل ده. الجبل ده بيكون من فوق في حته صغيره باينه، ومن تحت في حاجات كتيره قوي مش باينه بتكون هي السبب الاساسي ان الانسان ده مش عارف يخس، والحاجات دي هي اللي هنتكلم عنها النهارده. انا دكتور ايمان اشرف، بقدم هنا محتوى عن التغذيه العلاجيه واضطرابات الطعام، فلو انت جديد في القناه اشترك ودعمني بلايك عشان الفيديو يوصل لناس اكتر، ويلا بينا نبدا الفيديو. ما قلت قبل الانترو، الناس بتكون شايفه ان التخن سببه ان احنا بناكل كتير ومش بنتحرك، لكن الحقيقه ان احنا بناكل كتير ومش بنتحرك ده عرض لمشكله اصلا موجوده عندنا. المشكله دي هي الاكل العاطفي او الجوع العاطفي. اعراض الاكل العاطفي بتكون معروفه، اللي احنا بناكل كتير وبعدين نحس بالعار، بنحب ناكل على جنب، بنحس دايما ان احنا بناكل عشان بنكون متضايقين او مخنوقين او حتى فرحانين بزياده فبنلجأ للاكل. وعشان نعرف الاسباب دي بشكل واضح، عشان نعرف نتعامل معاها ازاي، النموذج اللي هنتكلم عنه النهارده هو نموذج PPE، وهي دي الدوافع اللي ورا الجوع العاطفي. اول بي معانا هي بين كيلر، او الحاجه اللي بتقلل الالم. انا بيكون عندي مشكله او عندي حاجه مضايقاني او عندي الم تجاه حاجه جديده انا داخل عليها، مثلا الم ان انا اقوم من منطقه الراحه. ناس كتير جدا على فكره بياكلوا لما بييجوا يعملوا حاجه جديده، يعني ليكن انا مثلا قررت ان انا هبدا اذاكر او هبدا اشتغل على مشروع جديد او هبدا اعمل اي حاجه، الحاجه دي بتخرجني من منطقه راحتي، بتخرجني من المساحه اللي انا متعوده عليها، فده بيخليني عندي الم الخروج من منطقه الراحه. فببدا ان انا اخد الاكل علشان اهرب من التعب بتاع ان انا بخرج من منطقه الراحه. اي الم بقى، حد عنده مشكله في شغله فحاسس بالم، حد انفصل عن شريك حياته، اي الم ايا كان. تاني حاجه البانشمنت، والنقطه دي مهمه جدا يا جماعه. في ناس كتير الطفل الداخلي عندهم مشوه او في مشاكل حصلت من طفولتهم ما عرفوش يتعاملوا معاها، شكلت شخصيه بتشوف نفسها ان هي مذنبه، على طول حاسه بالذنب، على طول حاسه بتأنيب الضمير. فوسيله من وسائل ان هي تعاقب نفسها بيكون الاكل، وده حقيقي. مش كل الناس بتكون مستمتعه بالاكل. في ناس تقعد تاكل لغايه ما بطنها توجعها، هي مش مستمتعه بالاكل، هي حاسه ان هي بتعاقب نفسها بالاكل ده. طيب ده اصلا بيحصل ليه؟ بكل بساطه ده انعدام تقدير للذات. الشخص ده بيكون حاسس ان هو قليل وبيعاقب نفسه بان انت مش هتوصل لهدفك. الموضوع ده بيبان قوي لما حد يبقى مقرر ان هو هيبدا دايت وعايز يخس وعايز يظبط جسمه، فدي بالنسبه له حاجه من الحاجات اللي هي المكافاه، ان انا عايز ابقى شخص احسن. بس الشخص ده من جواه بيكون حاسس ان هو اقل من انه يوصل للمرحله دي، او حاسس ان المشوار ده كبير عليه، انا صعب ان انا اوصل للمرحله دي، فكانه حرفيا في عقله اللاواعي بيعاقب نفسه بان هو بياكل كتير. حرف معانا هو حرف الاي، وهو الاسكيب، الهروب بالذات من اي مشاعر انا مش عايزه احس بيها. اي حاجه انا مش عايزه احس بيها عايزه اهرب منها، فبهرب بالاكل. احنا كده عرفنا مشكله الجوع العاطفي ان هي السبب الاساسي ورا ان الناس مش بتعرف ان هي تخس. تعالوا بقى نعرف ازاي نعالج المشكله دي. زي ما قلت، المشكله الاساسيه بتكون موجوده في حته عدم تقدير الذات. انا مش مقدر نفسي، انا حاسس ان انا ما استحقش ده، ما استحقش ان انا اخس، ما استحقش ان انا اوصل للي انا عايزه. فالعلاج بيكون من خلال ان انا اقدر نفسي. اقول لكم على نقطه بس النهارده اقدر بيها ان انا اقدر نفسي في حل مشكله اضطراب الطعام اللي عندي، وان شاء الله الحلقه الجايه هتكون كلها عن ازاي اعرف اقدر نفسي صح فاعرف احل مشكله الجوع العاطفي. التخلي عن عقليه الضحيه، التخلي عن شعور ان انا مش في ايدي حاجه. ما انتوا لو بصيتوا يا جماعه ان انا شخص عندي مشكله فبهرب منها بالاكل، ده دليل على ان انا من جوايا حاسس ان انا ضحيه مش عارف اغير حاجه. يعني حاسس ان انا اضعف من ان انا اتحمل مشاعر سلبيه بمر بيها، او انا اضعف من ان انا اتحمل الم ان انا بغير حاجه. انا ضعيف وضحيه لدرجه ان انا مش قادر استحمل الالم ده، اخد المسؤوليه في حياتي. انتوا عارفين ان في ناس كمان بيوصل بيها الموضوع ان هي بتشوف ان الاكل العاطفي اللي عندها ده بسبب ناس تانيين. يعني مثلا ماما بتزعق لي فانا باكل اكل عاطفي عشان هي بتضغطني. لا، هي الحياه بتضغط الناس كلها. الاهالي ممكن يكونوا بيضغطوا عشان خايفين عليكم او ايا كان السبب. الشغل، الحياه ضغطه، الحياه صعبه. ففكره ان انا اقول لنفسي انت وصلتي للي انت فيه ده بسبب حد تاني، ده بيحسسني ان انا مش عارفه اتحرك، انا واقف مكاني. فالحل ان احنا ما نقولش على نفسنا ان احنا ضحايا، وما نشوفش نفسنا بصوره ان احنا ضحايا مش في ايدينا حاجه نعملها. ناخد قرارات بسيطه في حياتنا ونشيل مسؤوليتها. يعني اقفوا كده قدام نفسكم وقولوا انتوا وصلتوا للوزن ده بسببك انت. يعني انا وصلت للوزن الزايد بتاعي بسببي انا. كان في عوامل، كان في حاجات كتير، بس السبب اللي مخليني مش عارفه اخس هو انا اللي عندي مشكله. هحل المشكله، الموضوع هيتحل. لكن طول ما انا عايش في عقليه الضحيه انا هفضل في الدايره المفرغه دي. بعمل دايت كام يوم الاقي نفسي مش عارفه اكمل الدايت، وقفت الدايت رجعت اتخنت تاني، رجعت اعمل دايت تاني، اتضغطت فاكلت، وهكذا هفضل في الدايره دي. اكسروا عقليه الضحيه، اكسروا شعور ان انتوا
ضحايا، احنا مش ضحايا. كل واحد، لو احنا ضحايا ربنا ما كانش هيحاسب كل واحد عن نفسه. خدوا كده زمام حياتكم، بدايه من الدايت، بدايه من ان انا وزني زايد عشان انا اللي عندي مشكله محتاجه اعالجها، وبرمي كل الاسباب وبشوف ازاي اتعامل معاها. هتلاقوا كل حاجه بعد كده مشيت بسهوله جدا. يا ريت تشير الحلقه دي مع صاحبك اللي عنده مشكله في الجوع العاطفي، واعمل لي سبسكرايب ودوس لايك عشان الفيديو يوصل للناس اكتر. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.